كارثه، هذه كارثه بمعنى الكلمه وقعات لنادي العين الاماراتي اليوم بعد ما خسروا في واحد المباراه سيئه للغايه مع نادي الاهلي السعودي. فراهم حاليا كيتواجدوا في المركز الاخير ديال الجهه الغربيه ديال دوري ابطال اسيا، وتقريبا ممكن نقولوا على انهم شبه رسميين غاديين يتقصاو من هذه البطوله من بعد ما كانوا هما الابطال في النسخه السابقه. سفيان الرحيمي كيعاني حاليا مع هذا الفريق، اليوم لعب 83 دقيقه كاساسي ولكن ما عطى حتى شي اضافات، حصل تنقيط ديال 6.2. والمشكل مشكل عام ديال الاداء ديال هذا الفريق. امام جهه اخرى ما كان غير الطنطين. عمركم شفتوا شي لاعب عنده 40 عام مازال كيسجل ثنائيه في دوري ابطال اسيا من بعد ما استولى على دوري ابطال اوروبا؟ كريستيانو رونالدو حاط هنايا كهدف على انه خاصو يجيب هاد دوري ابطال اسيا باي وجه كان، وخاصو يجيب حتى الهداف وخاصو يجيب حتى احسن لاعب في اسيا. راه ما يمكنش هاد السيد هذا. الشغف لا ينتهي مع الاسطوره.